السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي يكون كلام مهم جدا على المحترفين ولاعب المنتخب، تحديدا مع حكيم زياش اللي كاين عليه تفاصيل كثيرة وعاجلة، زائد جديد الحارس ياسين بونو وعز الدين أناحي. ونبداو بواحد الخبر اللي كيتعلق بلاعبي اسود الاطلس. فالبارحه الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء اختار لنا التشكيله المثاليه لقاره افريقيا لسنه 2022 واللي عرفات سيطره نجوم الاطلس بحيث تواجد فيها 5 لاعبين مغاربه. عندك في حراسه المرمى ياسين بونو، في مركز الدفاع عندك الثنائي اشرف حكيمي ورومان غانمسيس، اضافه الى عز الدين أناحي وسفيان امرابط في مركز خط الوسط. وكما كتلاحظوا كاملين التشكيله ما فيها حتى شي لاعب من البنين او الجزائر، وطبعا هذه السيطره جاءت بعد تالق اللاعبين المغاربه وتغيير العقلية مع النية ورده الوالدين والتفاؤل بالخير وخلقهم أيضا للمعجزة وإبهار العالم أجمع في المونديال القطري بعدما وصلوا لنصف نهائي كأس العالم كأول منتخب عربي وإفريقي كيوصل لهذا الدور. وطبعا أكيد نقولوا ما شاء الله اللهم بارك وزيد في ذلك. ومن المنتخب المغربي نحلق سريعا الى انجلترا تحديدا مع حكيم زياش، واللي خرجت اخبار كتقول بان نادي نيوكاسل مهتمين باللاعب. قبل ما نعطيكم التفاصيل، مصدر الخبر الرئيسي هي صحيفه التلغراف، ومن بعد تبارطاجت في الصحف الكبرى كديسال البريطانيه مثلا. المهم في التفاصيل قالوا بالحرف بان نادي نيوكاسل يفكر في امكانيه ضم كل من حكيم زياش والانجليزي كونور كالاغير اضافه الى روبن تشيل. ايضا مع نفس المصدر دائما واللي هي التلغراف طبعا، قالوا بان المدرب جراهام بوتر سيكون مترددا في خساره اللاعبين اللي هما كونور كالاغير وروبن تشيك بسبب مشاكل الاصابات اللي عنده في خط الوسط، ولكن في المقابل المغربي حكيم سيسمح له بالمغادره. وبين قوسين اداره نادي تشيلسي بعد ما تعاقدت مع جواو فيليكس وميخايل مودريك والمدافع بنوا بادياشيلي، فاكيد ومنطقيا هذا الثلاثي غادي يسجلوهم في قائمه اللاعبين اللي غادي يشاركوا في الشامبيونز ليغ للنصف الثاني من هذا الموسم. هنا اوتوماتيكيا المدرب بوتر جراهام غادي يكون ملزم باش يستبعد لاعبين من الاجانب حسب قوانين دوري ابطال اوروبا طبعا الا بغاو يسجلوا دوك 3 لاعبين جداد اللي ذكرناهم سلفا. وفاش كنقولوا انا بوتر غادي يكون ملزم باستبعاد لاعبين اجنبيين، فطبعا الحكيم زياش يعتبر لاعب اجنبي، ومعاه ايضا الامريكي كريستيان بوليزيتش والغابوني بيير امريك اوبامايون. وبين قوسين فاش كنقولوا لاعب اجنبي بمعنى خارج الاتحاد الاوروبي. اذا واش الدقه غادي تجي في حكيم زياش؟ على المستوى الشخصي لا اعتقد ذلك، رغم انني لا اثق على الاطلاق في هذا المدرب واللي على العموم كان خرج بواحد التصريح قبل مباراه مانشستر سيتي وقال بان حكيم مهم ومميز جدا في عمليه بناء الهجمه وايصال الكره للثلث الاخير، ولا ارى لاعبين مماثلين في القائمه بقدراته لذلك ممكن ان يستمر. اذا كما سمعتوا ظاهريا كيبان تصريح مطمئن، وحتى الاداء ديال زياش حكيم والمستويات الجيده والمؤثره مؤخرا مع نادي اللندني غادي يخلي جراهام محافظ عليه في قائمه اللاعبين المشاركين في دوري ابطال اوروبا، وهذا بالتاكيد كمغاربه ما نتمناه. وقبل ما نختموا مع حكيم زياش غادي نعطيكم واحد المقارنه سريعه جدا علاش المغربي تألق في مباراة كريستال بالاس بينما امام مانشستر سيتي كان المستوى ديالو متواضع، وغادي نعطيكم بالدليل ان الامر ليس له علاقه نهائيا بمستوى الخصمين. المهم فكما كيبان لكم هنا بان المدرب بوتر جراهام وظف لينا المغربي ضد كريستال بالاس بالقرب من خط التماس واللي هي طبعا الوضعيه المفضله بالنسبه للمغربي، بينما ضد مانشستر سيتي كما كيبان لكم في هذه الخريطه تحديدا كان متواجد اكثر في العمق. وطبعا كان الهدف ديال المدرب جراهام بوتر هو يحكم وسط الميدان باكبر عدد من اللاعبين مع تضييق المساحات بين الخطوط، لاننا عارفين السيتي اللي عطيناه الحريه في وسط الميدان راك مشيتي فيها. يعني باختصار شديد ظهور حكيم زياش بالمستوى المتواضع ضد مانشستر سيتي ليس له علاقه نهائيا بقوه المنافس بل بتوظيف المدرب بوتر جراهام. وخير دليل على ذلك ان حكيم زياش تالق في كاس العالم مع اكبر واقوى المنتخبات لان الركراكي ببساطه كان موظفه في المكان الصح، وهذه هي القصه باختصار. اما عن المغرب الاخر أناحي عز الدين، فكما عارفين ان نادي ليز يونايتد مهتم باللاعب وكنا تطرقنا لذلك بالتفصيل في اكثر من مناسبه. المهم الجديد الان وحسب صحيفه ديلي ميل البريطانيه قالوا بان نادي ليز يونايتد الانجليزي اوقف مفاوضاته مع اونجي الفرنسي بخصوص التعاقد مع عز الدين، والسبب وراء ذلك وهو كاين امكانيه لاقاله مدرب الفريق اللي هو مارش جيسي، بحيث هو اللي كان يلح ويصر اصرارا بطلب انتقال أناحي الى صفوف الفريق. يعني باختصار باي باي ليز يونايتد.
ونختموا الان مع واحد الواقع اللي وقعت مع ياسين بونو. فلا عقلتوا على المباراه اللي خسرتها اشبيليه ضد جيرونا يوم السبت الماضي بهدف لهدف، فبعد عوده الفريق الاندلسي لمطار اشبيليه البعثه ديالهم تعرضت لكثير من المضايقات من بعض الجماهير، والوحيد اللي ما هاجموش هو الحارس المغربي ياسين بونو. بل اكثر من هذا ياسين بونو بوحده اللي تدخل وواجه الجماهير وتحدث معاهم وحاول يهدى الوضع وما الى ذلك. واكيد طبعا الجماهير الاندلسيه عارفين بان بونو هو اللي هاز الفريق حاليا، وراه قلناه في العديد من المناسبات بان ياسين بونو كاع ما يطاكي ويجبد ويتحمل في اخطاء الكارثي للدفاع، ولكن كما عارفين اليد الواحده لا تصفق، ولولا التالق المغربي لكانوا كيخسروا المباريات ب5 اهداف فما فوق. على العموم كانت هذه هي اخر الاخبار على المحترفين المغاربه لحدود هذه اللحظه، وكيبقى في الختام راي ديالكم، وخير كلامي ما قل ودل، وكالعاده كان معكم اسلام، في امان الله ومع السلامه.